بيبدأ المسلسل بمسبحة في بيت دونج، وبنته تين بتجري عليه، فبيديها حاجة بترمز لخطوبتها، وبيقول لها روحي لقصر الحاكم، وبيموت. وبتدخل الشرطة وهي بتجري تقتل الضابط بالسكينة، فهو بيضرب المربية وراها بالرصاص، وهي بتعوره بالسكينة، فبيشيلها ويمشي. وبيبقى في خادمة عاملة نفسها ميتة. أول ما بيمشوا بتاخد حاجة من جيب السيد دونج وبتجري، وهو بياخد تين بيته وبيكلبشها في السرير، وبيدخل الحمام، وهي بتعرف تفك نفسها وبتهرب، وبتروح على قصر الحاكم. بس الحراس مش بيرضوا يدخلوها لأنها معهاش حاجة تثبت هي مين. وبتيجي واحدة من جوه تقول لهم في ايه، وبتطلع انها الخادمة اللي هربت، فبتقول لها قولي لهم انا مين، فبتقول لها انا معرفكيش. وبتطلع منتحلة شخصيتها وقايله لهم انها بنت السيد دون، وبتروح معورة نفسها كأنها هي اللي عورتها. وبتيجي الست الكبيرة على الصوت فبتحكي لها، بس بتقولها ايه اللي يثبت، فبتدور على ابوها اداهولها بس مش بتلاقيه، فبتؤمر الحراس يضربوها. بس بيجي بنج اللي المفروض خطيبها وبيمسكها، فبيقولوا له اللي حصل، فبيقول لهم احنا ممكن ندخلها ونسألها كام سؤال جوه، لكن مش هتموتوها كده على البوابة. فالحرباية بتقول للجدة انها من عيلة ريفية، وكانت عايشة على مساعدة عيلتي ليها، فبعد موت العيلة ما بقاش ليها حد، ممكن تسيبيها تشتغل خادمة ليا؟ فبتوافق. وفانج بيسأل الحرباية ان السيد دونج كان معاه ضفدع دهب، ما تعرفيش راح فين؟ فبتقوله انا ما شفتهوش قبل كده. وتم بتبقى قاعدة في أوضة معفنة، والحرباية بتروح تغلس عليها وبترميلها الأكل على الأرض، وبتقول لها كلي من على الأرض، يلا أنا عارفة إنك ما بتحبيش الوساخة، كل. وأول ما بتخرج بنج بيخبط عليها وبيديها دواء للجروح، وبيسألها عن الضفدع الذهبي، فبتقوله دي سلحفة مش ضفدع. تاني يوم بيقولوا لها ممنوع تروحي المبنى الشرقي عند الحاكم، بس هي بتروح وبتخبط على بنج، فالظابط بيفتح يدخلها، وهي بتقعد تضربه. بس بتيجي الجدة وهو بياخدها على السرير يغطيها عشان لو شافتها هتموتها، فبتدخل تشوفه وبتخرج، فهي بتضربه بالقلم وبيقوموا. فبيقول لها انت اول بنت تضربيني، فبتقوله ده انا هقتلها. فبيقول لها انه ساعدها عشان امه ما تموتهاش عشان هي جت ناحيه المبنى الشرقي، وبيهددها بالمسدس عشان تدمر له الجرح بتاعه اللي هي عملته له امبارح بالسكينه. فبتقول له انت ازاي تعمل كده في قصر الحاكم؟ فبيقول لها ده بيتي. فبتتصدم انه الحاكم، وبيطلعوا عارفين بعض من وهم صغيرين. وهي بتدمر له الجرح وبتمشي، وهي نازله على السلم امه بتشوفها، فخادماتها بيمسكوها بيفشفشوها، والحربايه بتعمل نفسها بتدافع عنها وبتروح زقها من على السلم، بتقع بيغمى عليها، وهو بيشوفها فبياخدها بسرعة على أوضته، وبيجيب لها الدكتور وبيربط لها راسها، وبتفوق بتعمل نفسها فاقدة الذاكرة. فالحرباية بتمثل إنها قلقانة عليها، بس الحاكم بيقول لهم دي بقت امرأتي محدش ليه دعوة بيها. وبتيجي أمه تخليهم يشدوها يطلعوها بره الأوضة، خلاص ما هي فاقت بقى. فبيقول لها إنها من النهاردة بقت امرأته، فمحدش يلمسها غيره. بعد ما بيمشوا الحاكم بيقول لها بقى على القواعد بتاعته، بما إنها قاعدة معاه، وبيقول لها لو ضايقك حد تيجي تقوليلي. فبتقول له ليه؟ فبيقول لها عشان اقتلهولك. وبما انها مش فاكره اسمها فبيقول لها انت من النهارده اسمك موتي. وخطيبة الحاكم بتيجي زيارة للقصر، بس الحرباية بتقول أنا مش عارفة ازاي الحاكم بيفضل الخادمة دي. فلما بينزل بتقوله إن مامته عايزاهم يتجوزوا الشهر الجاي، فبيقول لها إنه مش هيتجوزها أصلا. والتانية بتطلع تفتش في حاجته، فبتلاقي صندوق مقفول بمفتاح، والتاني أمه بتكلمه يعني ايه مش هتتجوزها، وبيبقى جواز تبادل منفعة عشان عيلتهم تفضل زي ما هي ليها وضعها. فبيرفض انه يتجوز بالطريقة دي. تين ما بتسيبش فرصة غير وبتدور في الأوضة على أي دليل، فبيصحى بيقفشها، فبتمسك له المسدس عشان يسيبها، وبتخرج بسرعة. ففانج بيشوف ايديها حمرا، فبيدهن لها عليها مرهم، وبيقول لها انه هيحميها. والحرباية بتشوفهم، فتاني يوم الحرباية بتخلي حد يقول للجدة إنها كانت عايزة تقتل الحاكم بالزرنيخ، وبتقعد تضرب فيها. فالحاكم بيجي وبيسألها معاكي دليل؟ فبتقوله الحلق بتاعها اللي لقيوه معاه، وأصلا الحلق بيبقى ضايع منها. وبيقول لها موتي ما عملتش كده، أنا هعرف إيه اللي حصل وأقولك، وبعدين أنا مش قلت محدش يجي جنبها. الحاكم بياخدها على الأوضة وبيضمد جرحها، فبتقوله أنت مصدق إني ما عملتش كده؟ فبيقول لها أنت حاولتي تقتليني امبارح، بس أنت مش غبية عشان تعملي كده. وبيروح للحرباية وبيقول لها هو انا مش حذرتك قبل كده تقربي من موتي؟ طيب لو قربتي منها تاني هقتلك. المساعد بتاعه بيقوله ان اللي مسكوهم في قصر دول مش راضيين يقولوا حاجة، فبيقوله خلاص نقتلهم. وبيروح يجيب موتي وبيقول لها اتدربي على الرماية عشان المرة الجاية تعرفي تقتليني كويس.
وهي بترفض، فبيخليها تضرب نار عليهم غصب عنها، وهي بتبقى متضايقة جدا ومش عايز تمسك المسدس. وبيخلص ملخصنا النهاردة. لو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب واشوفكم في ملخص تاني. سلام.